وشكرا للأستاذ أحمد خميس على التفاته هو وزملاء العمل في لجان المهرجان للاهتمام بالاحتفاء ب أصدقائنا الباقين الأحياء، أستاذنا أستاذ أحمد هاشم ويوسف مسلم المؤلف والشاعر المسرحي المصري. أولا طبعا يعني التقط من كلام الأستاذة صفاء فكرة الغضب، وكنا أشرنا إليها في جلسة سابقة في ورشة الزيتون لما كنا في عقاب سفر يوسف. أنا بعتبره سافر حتة بعيدة، يوسف موجود وحي في حمزة وفي رهف وموجود في كتاباته، فيوسف لم يمت ولم يرحل لكنه سافر بعيد شوية. الغضب ما كانش من انه ما خدش حق. يوسف يعلم جيدا مكانته ككاتب مسرحي مهم في رصيد هذا البلد، يعلم قيمته كشاعر كبير ولا يخفي هذا، وبيننا وبين أصدقائه كان يقر بهذا لأنه الجميع يقر له بهذا، لكنه كان غاضب مما نحن فيه الآن. كان غاضب من ادعاءات الزيف والكذب لما مؤسسة كبيرة بقيمة وزارة الثقافة والمجلس الأعلى للثقافة يقيموا ويقرروا أنهم يقيموا ندوة للاحتفاء باثنين من أهم وأبرز كتابها نقدا وتأليفا، ثم يغيب المركز القومي للمسرح عن توثيق هذه الندوة، يغيب المجلس الأعلى للثقافة عن توثيق هذه الندوة، يغيب ممثل يعني حقيقي للمؤسسة في ظل العاملين الأفاضل اللي تعبوا عشان يبقى موجود، يغيب الدعوة لهذه الحفلة والاحتفاء بهؤلاء الكبار القامات الكبيرة في ظل وجود احتفاء بأنصاف مواهب وأشباه مواهب، وأستطيع أن أقول بملء الفم أراذل يملؤون المشهد الإبداعي والنقدي المصري. فالغضب عند يوسف ما كانش غضب من حمقته على ذاته لأنه لا يحتفى به، وما كانش غضب على إنه هو مش واخد حقه، وما كانش غضب على إنه هو مستني جوائز أو مستني الاعتراف بيه أو مستني إن حد يسقف له ويقول له برافو أبدعت أو أحسن. كان غضب من هذا الواقع الزائف الذي يعانيه وهو مضطر أن يتعامل معه وفقا لأعراف المجتمع التي رسمها المجتمع. يوسف دخل المعهد بعد الثانوية العامة، فهو مغاير لكثيرين منا الذين دخلوا كليات الإبداع مثل المعهد فنون مسرحية أو خلاف أو معهد نقد فني أو كلية آداب مسرح بعد الجامعة. فيوسف مجاله الوحيد كان هو إحساسه بأن هذا المكان الذي تخرج منه هو مسار عمله وحياته. كونه تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية في قسم الدراما والنقد المسرحي، فهو مجال عمله أن يكون كاتبا، وقد برع في هذا لأنه حينما توجه لدخول المعهد كان بداخله شيء يعني يحث على أن يأخذ هذا المسار. لما يتخرج هذا المؤلف المسرحي من المعهد العالي للفنون المسرحية الذي خرج قبله قامات وأسماء كبيرة تعتز بها مصر، ثم يواجه واقعا عكس ما هو مأمول جواه هو كإنسان مصري أولا، وكمواطن يشعر بأن له قيمة في هذا البلد وأن له دور في هذا البلد يقوم به، تمام؟ فيكتشف أن يبدأ مع خطوات الاكتشاف، ودي خطوات كلنا عانيناها وبعضنا ذاق منها الأمرين يعني ربما أكثر من يوسف، لأن يوسف إلى آخر حياته كان يعمل في المسرح رغم كل هذه الضغائن وكل هذه الأضغاث التي يعج بها المجال المسرحي. كان يعمل وكان يقر مبدأ العمل وإنه العمل هو الأساس في وجوده، وكان يكتب لآخر أيامه، وكان يصر على أن الكتابة هي أساس وجوده وهي أساس الاعتراف به. فيوسف لم يكن غاضبا بسبب النكران، يوسف كان غاضبا من الواقع. تجلى هذا بوضوح بقى، ودي أهمية يوسف وقيمته الفنية والأدبية وقيمته الإنسانية. تجلى هذا بوضوح في أعماله، علشان ما نبقاش بنبعد من الندوة عن مسارها في إنها مناقشة الملامح الفنية لأعمال يوسف اللي قد يصعب علينا التحصل عليها الآن لأنها منشورة على الفيسبوك وليست منشورة بشكل رسمي يعني كما هو يفترض
لأمثال يوسف الذين حظوا باعتراف رسمي من مؤسسات الدولة بجوائز، بتخرج رسمي من مجال عمل مصيره الكتابة والإبداع، ثم باعتراف رسمي من العالم العربي كمان بأحقية يوسف بالتصدر في المشهد الإبداعي المسرحي. وده ينطبق كمان على الأستاذ أحمد هاشم. الأستاذ أحمد هاشم من النقاد الأفاضل الذين تعففوا عن التزاحم والتداخل حوالين الظهور أو حوالين الجوائز أو حوالين النشر والإبداع. وربما ليس من هم الناقد الحقيقي أن يسعى لنشر أعماله أو مقالاته أو تجميعها، وأنه ده من المفروض أن يكون عمل مؤسسات خرجت هؤلاء المبدعين بهدف أن يكونوا ويؤدوا هذا الدور في المجتمع. يعني وظيفة الأكاديمية والمعهد أنه يروح يجمع عمل كتابات الأستاذ أحمد هاشم وينشرها في كتاب. وظيفة الأكاديمية والمعهد ووزارة الثقافة أن تجمع أعمال يوسف مسلم وتنشرها لمن هم بعد. طيب، قيمة هذا الذي نتكلم عنه الإنسان ده تظهر إزاي؟ تظهر في أولا أنه كان صدقا واضحا وصريحا في إيمانه بقيمة ما يفعل. ما كانش بيدعي أنه هو مبدع عالمي وفنان كبير، لا، هو كان صادق. صدقه ده يحمل الصواب والخطأ ويحمل الخير والشر. كان إنسان طبيعي، ما كانش إنسان يدعي شيء ويفعل شيء آخر. ولذلك كنا نقبله نحن أصدقائه بعيوبه وبأخطائه وبإنسانيته هذه، لا نرى فيها غضاضة ولا نرى فيها، حتى وإن تسببت بمشاكل ليه هو شخصيا، لكن كنا نقبله على هذا الأمر. طيب، في مسرحه سنجد هذا التمثل لكل قيم الحقيقة، من أول نصوصه التي ناقش فيها أزمة الإنسان مع واقعه في الحارس وفي الشبيهان، ثم في وليمة عيد التي يجسد فيها واسطة عقده الإبداعي، ثم في مسرحياته القصيرة التي تعد يعني قفزة عالية جدا في مسار الإبداع المسرحي المصري لمن يقرأ هذه النصوص إن هي أتيحت للنشر أو من يطلعها منشورة على صفحته على الفيسبوك. احنا استطعنا أن نضع أيدينا على 6 نصوص قصيرة. تمام، هذه النصوص من قراءتها نكتشف أنه يوسف كان يعيد إنتاج لحنه الإنساني والقيمي والإبداعي في كل نص من هذه النصوص. يواجه فيها الإنسان المواطن المصري، ليس الغريب عن مصر، ليس الأجنبي، ليس تيمة المسرح العالمي اللي يبحث فيه شخوص بعيدة عن واقعه، ولكن هو الإنسان المصري الذي يواجه واقعه بمختلف معطياته. ونجد ملامح مختلفة في التلصص، نجد رجل وامرأة يجلسان في بيتهما يدور بينهما حوار يبدو أقرب ما يكون للحوار الطبيعي، لكنه لديه بناء استعاري يحيل إلى أفكار وقيم ومعاني يناقشها أكبر من مستوى الحوار العادي. في التقرير حبيبين يجلسان في معاد في مقابلة عادية تلوم فيها الحبيبة على الحبيب، فيجد شخص غريب ذو ملامح غامضة يأتي ليعيد تشكيل المشهد بين هذين الحبيبين في ضوء إملاء أوامر وإجبارهم على الاستمرار في إعادة المشهد مرة أخرى، ولكن بعد أن يتغير لدى المتفرج وعيه بكيف يمكن لسلطة غامضة غريبة قاهرة أن تعيد تشكيل هذه اللحظة الحميمية القريبة بين 2 بيحبوا بعض بيفضفضوا لبعض في إطار أن تكون محل وموضع لرصد رسمي بوليسي أقرب منه إلى الاستجواب. ويعيد ينتهي النص على هذه اللفتة: في الباب أب مريض يفهم المتفرج من اللحظات الأولى أنه يؤذي زوجته، يؤذي شخصا ما، ثم نكتشف في اللحظة الأخيرة للنص أنه أب مريض وأن ابنته هي الحبيسة التي يحبسها ويمارس عليها كل طقوس التعذيب، وتتقبل منه هذا في ضوء أنها يعني تعالجه وترعاه وتصونه في مرضه هذا. هذه اللمحات أو المشاهد التي وضعت في قوالب مسرحية أولا مكتملة البناء من حيث بنائها، واضحة اللغة والدلالة، وليس فيها إلغاز ولا غموض ولا غرابة في بنية النص المسرحي، قدرتها على الطواف على شرائح مختلفة من شرائح المجتمع المصري، قدرتها على وضع بناء درامي محكم من بداية النص اللي مكتوب القصير دوا لنهايته،
وجود إرشادات مسرحية واضحة شديدة التكثيف تحيل هذه النصوص إلى كونها عروض مسرحية ناجحة أيضا وليست نصوص مكتوبة للقراءة. إنه نجد حركة دائمة ودائبة في الإرشاد المسرحية وتوصيف لحركة الممثل وإرشادة للمخرج وللقارئ كيف يمكنه أن يتصور هذا على خشبة المسرح. إذن كان يوسف صادقا وكان ناجحا في الوصول بموهبته التي أكسبه الله إياه، نجح في الوصول بما تعلمه في المعهد بالمعرفة التي كان يحملها في داخله. يوسف كان شديد الدراية بمهنته، شديد الوعي بدوره ككاتب مسرحي وكشاعر، شديد الإدراك لقيمة أن يقرأ دائما لكي يحافظ على هذه الموهبة. من هنا بتيجي عظمته هو كمبدع مسرحي في وسط أشباه وأدعياء وأراضي، وتيجي قيمة يوسف بالنسبة لنا إحنا وقيمة صداقتنا ليه وقيمة تصديقنا فيه بغض النظر عن اجتمع حوله الناس أو لم يجتمع حوله الناس. أهميته بالنسبة لنا في صدقه وفي قدرته على التصريح بما يعجز غيره عن التصريح به. لكي لا أطيل أنا سأضفي بس إحالات طفيفة في سطور عن الملامح الفنية عشان نبقى يعني وفقنا في الوصول إلى خلاصات تصلح للنقاش. لاحظت في نصوصه التي قرأتها، النصوص القصيرة، مسرحياته القصيرة، 4 سمات سريعة في عجالة. منها أنه كان يركز على الواقع المأساوي بحس ساخر، كان يرصد واقعة فيها مشهد مأساوي أيا كانت هذه اللحظة التي يرصدها، ولكن يضع فيها لمحة ساخرة في محاولة لجذب المتفرج لعنصر الانتباه والمفارقة. استخدام المفارقة اللي أحيانا قد تقترب من الكوميديا كعنصر تفجيري في النص، يصنع بيها لحظة انتباه وكأنه يصفع المتفرج على وجهه وهو بيكتب النص بتاعه. النزعة على استخدام الملامح الكاريكاتورية في البنية النص وفي الشخصيات، انه يضخم العيب بحيث يبدو ظاهرا وملفتا للنظر، لكنه ليس الهدف منه التركيز على العيب ولكن الإحالة للاستعارة والمجاز اللي ورا النص. ثم استخدام أدوات الإضحاك اللي هي التكرار والقلب وتداخل السلاسل اللي هي الأدوات المعهودة في الكوميديا كأدوات تجريب لصياغة مأساة وليس ملهاة، وده بيبقى واضح جدا في نصوصه القصيرة وواضح في وليمة عيد إذا أردنا أن نعيد قراءتها مرة أخرى. مرة تانية بقول وجود يوسف وسفره البعيد ووجود نصوصه ووجود الأستاذ أحمد هاشم ممثلا في حضوره وحضور طيفه الطيب وحضور كتاباته النقدية التي واجب علينا البحث عنها وجمعها ونشرها مرة أخرى للاحقين لينا، هو استمرار وامتداد للإبداع المصري اللي ممتد من بداياتنا عند الكاتب الفرعوني القديم وصولا لأكبر كاتب عربي قريب منا سعد الله والنوس، وامتداده في يوسف مسلم كاتبا مسرحيا. وكذلك ينطبق هذا الكلام في ظني على الأستاذ أحمد هاشم، انتمائه إلى سلالته الأصيلة من النقاد المسرحيين المؤثرين الذين أدوا عملهم بأمانة وشرف ثم سافروا إلى البعيد في أمانة وشرف وصدق واحترام. شكرا جزيلا دكتور.